قضت محكمة فرنسية اليوم الجمعة بالسجن 6 سنوات في حق الفنان المغربي سعد المجرد على خلفية القضية التي تعود فصولها إلى سنة 2016، ويتهم فيها بضرب شابة فرنسية واغتصابها في غرفة فندق على هامش حفلة له في العاصمة باريس. وعبرت المحكمة عن اقتناعها بحصول واقعة الاغتصاب التي وصفتها بشكل ثابت ودقيق المدعية المدنية في القضية لورا بريول، حيث أدان 7 محلفين من أصل 9 الفنان المغربي بعد مداولات دامت أزيد من 5 ساعات. وأوضحت اللجنة أن المشتكية لورا بريول لم تغير أقوالها طيلة فترة التحقيقات، كما تم الأخذ بعين الاعتبار شهادتها وشهادة الطبيب الذي أكد وجود عنف جسدي وآثار جروح في المهبل، وعدم وجود السائل المنوي لا يعني عدم وجود اغتصاب. كما تم الأخذ بعين الاعتبار شهادة موظف الفندق والرسالة التي تركتها المشتكية لإحدى صديقاتها صباح الواقعة تخبرها فيها بأنها تعرضت للضرب والاغتصاب، إضافة إلى الخبرة الطبية التي تفيد بأنها ليست مصابة بمرض عقلي، والتأثير السلبي على حياتها بعد الواقعة عكس المتهم الذي عاد لحياته الطبيعية. وكشفت صحفية فرنسية أن المحكمة أعطت الفنان المغربي مهلة 10 أيام من أجل استئناف الحكم الصادر في حقه، قبل أن تنهار المشتكية لورا بريول ووالدتها بعد النطق بالحكم.